بس انا اقل بروجكت بدخله ب 2000 دولار. ب 2000 دولار اقل بروجكت بيدخله ب 2000 دولار. يعني لو بيخش له مثلا بروجكتين في الشهر يعني بيقبض له بتاع 200,000 جنيه. مفيش حد بيقبض 3000. لا في ناس كتير بتقبض 3000 طبعا. يا جدعان مفيش. في لا 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 بدأت ده في ناس بأربعة. فاتحه بيوت ب 3000. مفيش حاجة اسمها كده. انا بقول لك والله في العظيم في في فيديوهات كده كانت ترند على التيك توك. كان مثلا حد في شركة شاب بيسأل زمايله يقول لهم انتوا بتقبضوا كام؟ يقول له كذا، فكذا دي بتبقى عالية قوي. شركه على حسب البروجكت، يعني بس كام انا اقل بروجكت بدخله ب 2000 دولار. اوكي شكرا. سالري هيد اوف جروب اتش ار 150. باشمهندس ماجد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. بتقبض كام في الشهر؟ 70,000 بس غير اللي احنا متعودين عليه. فلفت نظري الموضوع، قلت احقق في الموضوع شويه واتفرج معاكم على الفيديوهات دي ونرياكت. بس قبل ما نبدا ونشوف الشغلانات الغريبه اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه والمرتبات الغريبه اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه، هنشوف الاول المرتبات العاليه في مصر بجد ريتنج اللي احنا عارفينها، اللي هي الدكتور والرئيس التنفيذي اللي هو سي او، الحاجات المتعارف عليها وبنبقى عارفين هي عاليه ليه. وبعد كده هنتفرج مع بعض على الفيديوهات ونشوف بقى انتوا تقولوا لي الشباب دي بتحور ولا مرتباتها كده بجد، ولو حد عارف الشغلانات دي فعلا ومرتباتها كام يبقى يكتب لنا في الكومنتات. قبل ما نبدا انزل اعمل لايك وسبسكرايب، وعايزين دعم يا جماعه عشان نكمل، عشان لسه في فيديوهات جامده قوي. بيقول لك اعلى 10 وظائف اجرا في مصر في 2024. هنا طبعا مكتوب بس مش مكتوب بتفاصيل، فاحنا هنشوف التفاصيل عشان نعرف كل واحد ليه بياخد الرقم اللي بياخده ده. اول واحد معانا اعلى مرتب المفروض في مصر الجراح. ده مش في مصر بس، ده بيبقى في معظم الدول. يعني لكن المجهود الذي يبذله الاطباء يجعل مهنتهم من اكثر المهن المطلوبه والاعلى قيمه على المدى الطويل. مش عايز اطول عليكم واقرا لكم كل التفاصيل. بيقول ان هو بياخد 54,294. هو جرحه لسه ما لمش؟ ده بقاله يجي ساعتين في العياده، المفروض تكون لمت. الانسجه ضعيفه جدا بتاعت الولد ده. بعد كده السي او في المرتبه الثانيه الرئيس التنفيذي. الرئيس التنفيذي اللي هو بيبقى مثلا شركه بيبقى ليها رئيس مجلس اداره او رئيس تنفيذي اللي هو السي او. فبيقول لك رئيس تنفيذي لاي شركه هو المسؤول الاول عن نجاحها او فشلها، لانه يتخذ القرارات التي تساهم في تغيير الوضع العام للشركه في السوق وتؤثر داخليا على علاقه الموظفين واصحاب المصلحه بها في مصر. يتحمل الرئيس التنفيذي خطوره كل قرار سواء كان صائبا ام خاطئا. ماشي، يعني هو الراجل بياخد رقم عالي عشان لو حصل اي حاجه وحشه في الشركه هو اللي بيلبس. انت اللي خدت القرار ده، قراره كان غلط، فانت اللي هتلبس. مرتبه تقريبا بيبقى 50,565 جنيه. بعد كده بيجي مدير المبيعات. يصل متوسط الرواتب لوظيفة مدير المبيعات إلى 31,000 متوسط. خلي بالك هو بيقول متوسط المرتبات عشان طبعا دي أكيد شغلانة هتختلف 100% من مكان للتاني. عشان مدير المبيعات ده لو في شركة كبيرة هياخد رقم، لو في شركة صغيرة هياخد رقم تاني خالص. بعد كده بيجي المدير المالي سي اف او. طبعا كلنا بنقعد نسمع سي اف او، اتش اس او، بي سي، يعني فاهم. فاللي مش عارف بيعرف هو دلوقتي ايه هم. السي او اللي هو المدير التنفيذي، السي اف او اللي هو المدير المالي. بيقول لك ده مرتبه يا سيدي بيبقى 27,000 ونص تقريبا، يعني برضو متوسط. تمام ماشي. بعد كده بيجي مدير التسويق. مدير التسويق رقم 5 بياخد كام؟ مدير التسويق بياخد برضو 27 ونص، يعني تقريبا زي المدير المالي بالظبط. المتوسط بتاع 27 ونص. برضو مدير التسويق، اكيد التسويق برضو حاجه مهمه في اي براند او اي شركه. من غير ماركتنج مفيش نجاح 100%. بعد كده القاضي او القاضي، طبعا ده راجل اكيد لازم مرتبه يكون عالي يعني، وشغلته مش سهله خالص. تعد وظيفه القاضي الاعلى راتبا في السلطه القضائيه المصريه. فيصل الراتب المتوسط للقضاة المصريين الى 27,158، يعني قريب من اللي قبلها. قول 27,000، يعني مرتب القاضي 27,000 جنيه. الكلام ده جديد يعني 2024 المفروض. اللي بعده عالم بيانات. مرتبه ده يا سيدي بيبقى 25,000 جنيه تقريبا، 24,600، 24 ونص. برضه بالرجوع لموقع سالري اكسبرت. تمام ماشي. بعد كده بيجي المحامي. محامي هتلاقي اصحابك المحامين اكيد بسألهم بقى وتشوف تتأكد منهم الكلام ده حقيقي ولا لا. طبعا اكيد بتختلف من مكتب لمكتب ومن شركة لشركة، والمحامي اللي بيتعين في شركة عشان يمسك لها القضايا بتاعتها بياخد مرتب معين غير المحامي اللي شغال في مكتب. قصة برضه. لازم اقول لك برضه ان المتوسط بيبقى 21,900.
يعني يقول 22,000 جنيه. وده يكون محامي عنده خبرة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات على الأقل. بس انا بفهم في القانون اكتر من اخويا ومن الدكتور اللي فصلني ومن 3/4 محامين البلد. كتر خيرك سبت. ماشي. بعد كده بيجي مطور واجهة المستخدم فرونت اند ديفلوبر. ده بيعمل ايه يا سيدي؟ يوظف مطور واجهة المستخدم من لديه معلومات ومهارات في لغة البرمجة مختلفة. طبعا أكيد أي حد معاه سكيلز بتاعت برمجة والكلام ده طبعا مرتباتهم بتبقى عالية شوية. ده بياخد 20,000 جنيه يعني 21,000 جنيه. تمام. بعد كده أستاذ الجامعة. أستاذ الجامعة جاي رقم 10 آخر مش عارف ليه. أعتقد في الفترة الجاية دي بعد ال AI والحاجات الغريبة اللي بتظهر دي، أعتقد إن التعليم كله مش بس دكتور الجامعة مش هيبقى ليه لازمة. هيبقى ليه لازمة إن أنت تتعلم حاجات معينة هي دي اللي هتشغلك، غير كده بلح. خريجة فيكتوريا كوليدج، المعهد العالي اللاسلكي للبطاريات بتاعة العربيات. أنا عاملة دراسات بره وجوه. طيب دي كده ال10 مهن اللي واخدين ترتيب أعلى 10 مرتبات في مصر. تعالوا بقى نشوف الحاجات التانية اللي احنا مش عارفينها دي وانتوا تقولوا لي رأيكم. مهندسين بقى وحاجات بس يعني مرتباتهم غريبة شوية، وفي مهن تانية مش عارفينها خالص. هنشوفها مع بعض وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ونشوف مين من الناس دي بيكذب ومين بيقول الحقيقة. يلا بينا. ده باشمهندس بيتر بيقول له يا باشمهندس بيتر، فطبيعي انه شغال مهندس. معلش لك سؤال، مرتبك كام في الشهر؟ لازم؟ يعني معلش بس الناس عايز تعرف. 40 بالبونص 45. بسم الله ما شاء الله. 40 بالبونص 45. معلش بس عايزين نعرف الناس عايز تعرف. مشروع مثلا ممكن توصل 29. 22 وبالمشاريع اللي بيعملوها بيقول بيوصل 26 27. يعني انا مصدق الراجل ده الصراحه. بيتر مش عارف شاكك فيه شويه، بس انا صدقت الراجل ده. ماشي. باشمهندس ماجد ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. بتقبض كام في الشهر؟ 70,000 بس. ماجد بيقبض 70,000. مستواك كام يا باشا؟ وقال ايه غير البونص؟ مستواك كام؟ بيقبض 70,000 غير البونص. ليه بقى بيعمل ايه ماجد؟ مش عارف الصراحه. يعني هو مهندس مش عارف بيعمل ايه عشان ياخد 70,000 جنيه في الشهر غير البونص. هل المرتبات دي فعلا موجودة ولا ايه؟ يعني مرتبي 35 بالحوافز كده توصل 42 43. ما شاء الله. انا مصدق الراجل ده وبيلعب الراجل قاعد بيلعب سوليتير. لا حقه ياخد 35. تبقى كام شهر يا ريس؟ انا مش مصدقك قبل ما تتكلم. معانا بيعمل مثلا سكه ال 20 بالبونص والحوافز نعمل له 23 كده. يعني ماشي ممكن. تبقى كام في الشهر؟ ممكن. بتصور ليه اصلا؟ معلش بس بتبقى مرتبك كام في الشهر؟ بيزك 20,000 بيقول له انت بتصور ليه اصلا؟ قال يعني هو مش عارف انه جاي يصور. مرتبك كام في الشهر؟ بيزك 20,000 وبالكوميشن بيوصل 27,000. بيزك 20 وبالكوميشن بيوصل 27,000. استنى الراجل الاخير ده لازم نسمع عليه. 20,000 وبالكوميشن بيوصل 27,000. 20 27 مش عارف مصدقينه انتوا ولا ايه؟ انا مش عارف. انا مصدق الراجل ده. ممكن ماشي 20 27 قشطه يعني صباح الفل. المرتبات دي عاديه دلوقتي يعني، بس لسه في حاجات تانية غريبه بقى هنشوفها، هي دي اللي انا مش مصدقها خالص بقى. تقولوا لي برضو رايكم في الكومنتات ايه في الارقام اللي هنسمعها. انا تالنت اكوزيشن مانجر واتش ار كونسلتنت. لا انا ما فيش سبيسيفيك سالري يعني. انا الباكج بتاعتي بالدايفرسيفاي. انا عندي كام بروجكت في الشهر، فمينيمم 90K وماكسيمم ادرانس بقى على اني بشتغل بروجكت دولة ايه. 90K يا اخويا مواطن شقيان يعني 90,000 جنيه. 90,000 جنيه ماشي. تشوف الشاب ده انا مش مصدقه ده برضه قبل ما يتكلم، ولا الست اللي فاتت دي انا مصدقها. شوف انا حاليا كونسلتنت في ديفرنت كومبانيز يعني. لا مرتبي اولا انا بالدولار اصلا مش بالمصري، وبتختلف على حسب الشركه وعلى حسب البروجكت. بس انا اقل بروجكت بدخله ب $2,000. $2,000 اقل بروجكت بيدخله ب $2,000. يعني لو بيخش له مثلا بروجكتين في الشهر يعني بيقبض له بتاع 200,000 جنيه. شكرا. هيد اوف جروب اتش ار 150. هي ليه فكرت شويه؟ اتش ار 150. هيد اوف جروب اتش ار 150. انا مصطفى حسين بشتغل 3 اجزاء سكشن هيد والسالري بتاعي 65,000. انا مصطفى حسين بشتغل 3 اجزاء سكشن هيد والسالري بتاعي 65,000. مصطفى حاسه بيتكلم جد مش عارف، حاسس مصدق انا اتش مصطفى. ار جنراليست 50,000. انا اتش ار سوبرفايزر باخد 38,250.
انا صدقت. قسما بالله لم اتحدث كذبا قط في اي حاجه. 38250. هو بص يعني بص منظره عامل ازاي، هو متضايق يعني، هو زعلان ان هو بياخد 38250 او مكسوف يعني، مش عارف تحسه مكسوف ان هو بياخد الرقم ده. بس لا صدقتك ماشي. صدقت. انا دايركتور بص بتكذب اي كلام. الديوتي بتاع السي او. الديوتي بتاع السي 50000 دولار. 60000 دولار ايه يا جدع؟ ايه يا جدع انت بتقول ايه يا بابا؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ انا لا الكلام اتش ار والديوتي بتاع السي او. والسالري بتاعك 50000 دولار غير البروفيت شير. لا 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 انا مش كداب، انا كل يوم باكل لحمه وبشرب عناب. طبعا ده بيحاور يعني، مفيش حاجه اسمها 50000 دولار. 50000 دولار ايه يعني؟ انت كان زمانك قاعد مع بي ديدي دلوقتي. انا بشتغل اتش ار كونسلتنت وكوربريت ترينر وبابليك ترينر. باخد الباكج بتاعتي بتبقى اراوند من 130 ل 150 الف دولار. 150 بتاعت انا بشتغل طبعا انا بشتغل اتش ار كونسلتنت وكوربريت ترينر وبابليك ترينر. باخد الباكج بتاعتي بتبقى اراوند من 130 ل 150 الف دولار. لا بص يعني اتاخرت قبل ما تقول دولار. والست دي كدابه. 130 150 الف كانت هتقول جنيه، بس قالت لك يلا ما انا كده كده ايه بهبت، فراحت قايله دولار. 130 او 150 الف دولار ده في الايه يا معلم؟ ده في اللايف تايم، في الحياه ولا في الحياه؟ والله العظيم ولا تخطيهم في الحياه كلها، مش مصدقك. باخد الباكج بتاعتي بتبقى اراوند من 130 ل 150 الف دولار. اي كلام. انا مصدقك، انت هتقولي رقم انا مصدقك. ريكروتر والسالري كام؟ 20K. ماشي معقول تاخد 20000 جنيه. انا قلت لها انا مصدقك. السالري بتاعي هو 120 كي 120 كي بالمانث. اتش ار 120,000 في الشهر. ثانية واحدة، 120,000 في الشهر ليه؟ اتش ار جنراليست تاخد 120,000 جنيه في الشهر؟ ده حقيقي يا جدعان؟ حد شغال اتش ار يقول لنا والنبي في كوم، هل ده حقيقي؟ ممكن تقول لنا التايتل بتاعك والسالري؟ السالري 20K. شوف لنا التايتل بتاعك دي مصدقة، دي انا مصدقة. مش عارف ايه الشغلانة ال ان دي بس انا مصدق 20 كي. ماشي. لنا التايتل بتاعك ايه والسالري؟ اتش ار سوبرفايزر 35000 جنيه. امين يا اخ، صدقك على فكرة. اتش ار سوبرفايزر 35000 جنيه. يعني مصدقك مش قوي بس يعني ماشي هنعديه. 30K. دي بتشتغل ايه؟ اوزي. اوزي ايه؟ اوزي دي ايه؟ اوزي دي اودي ايه دي؟ ايه الشغلانه دي يعني ايه؟ 30K. 30K اودي 30K. طب يعني انا يعني هو اي شغلانه حرفيا بتبقى يعني، انا لو شغال اتش دي هبقى هاخد 30000 جنيه. يعني انا لو شغال اتش دي هبقى هاخد 30000 جنيه. السالري بتاعي 75. اتش ار مانجر هو اللي فات ده قال لي 70 75. السالري بتاعي 75. هو تحسه ضحك وهو بيقول بص. السالري بتاعي لا بيديها مانجر كونستراكشن. السالري بتاعي 120. 120,000. تقول لنا التايتل بتاعك والسالري؟ انا اتش ار مانجر. السالري بتاعي 45,000. في زرط كتير ما فيهاش كلام يعني. في فيديو اخير عايز اوريه لكم بقى قبل ما نقفل، عشان الراجل ده قال حاجه لفتت نظري جدا، فعايز اوريها لكم برده. انتوا متخيلين في 2013 كانت الرواتب 3000 جنيه اللي هي بتعادل بالدولار 500 دولار. في 2013 كان المرتبات 3000 جنيه اللي هي بتعادل 500 دولار ساعتها يعني. دلوقتي الرواتب عشان توصلها ل 500 دولار انت محتاج 25,000 جنيه. دلوقتي بسعر الدولار في 2024 يعني بيقول لك انت عشان توصل المرتب ل 500 دولار فانت محتاج 25,000 جنيه، اللي هم في 2013 كانوا نفس ال 500 دولار كانوا 3000 جنيه كان متوسط المرتب التعبان. انت دلوقتي عشان تبقى بتاخد نفس الاماونت اللي هو نفس الفلوس دي بالدولار اللي هم 500 دولار هيبقوا 25,000 جنيه. انت متخيل العبط اللي احنا فيه؟ فده فيديو بس ايه يعني يشرح
كل اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو ده. يلا على الله، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لي في الكومنتات بقى المرتبات اللي انتوا شفتوها في الفيديو دي حقيقيه ولا لا. هل عندكم تعرفوا حد بياخد الارقام دي؟ ولو بياخد الارقام دي هو شغال ايه وبيعمل ايه؟ اشوفك الفيديو الجاي، تصبح على خير.